البورتناقيه؟ والله السنة في تجربة فريدة من نوعها اللي الباك سبور ولات في الملعب الرياضي والملعب البلدي بالمرنقية. اليوم يبدأوا على بركة الله، وإن شاء الله نكملوا نعملوا ريسبسيون صغيرة للأخيان لهنا، ومن بعد نلتحقوا بأبنائنا الرابعة اقتصاد وتصرف اللي بدأوا اليوم الصباح في الواحد، وبالتوفيق إن شاء الله لأبنائنا التلاميذ الكل، وخاصة تلاميذ السنوات النهائية في امتحان البكالوريا. بكم تعدى جولة يعطيك الصحة. عايش جوري ياسر عسل ودي كونديسيون باهية برشا، ونتمنى التوفيق لزملائي اللي مازالوا ما عداوش. يعطيك الصحة. معنا تويكا إيمان. شيماء شيماء عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم عدينا نهار تحفون برشا، جوريات تحفونين وجو عسل، وإن شاء الله بنجاح إن شاء الله. هاي سي عمر. الامتحان بدا البارح لو 18 نهار 18/4/2016 في برج العامري. هذاك اليوم الاول عملناه في المعهد بن منظور في برج العامري، واليوم انتقلنا من الملعب البلدي بالمرنقيه، على اساس راهو الملعب هذايا مازال جديد، والامتحانات كانت تصير في معهد الفارابي بالمرنقيه. والسنه هو اول معناتها يوم بالملعب البلدي، ياك الاجواء تشوفوا فيها الاجواء طيبه جدا، فهمتني. بدينا بالليسي نتاع الفارابي، عندنا 6 اقسام اليوم، اقتصاد 1 حتى الاقتصاد 6. عندنا الامتحان يصير على زوز فترات، من 7:30 حتى لل10، ومن 10:30 حتى نكملوا ان شاء الله. الاقسام هي اولى ثانيه ثالثه اقتصاد 1 في الفترة الأولى، ورابعة 5 6 في الفترة الثانية. الأجواء طيبة، فهمتني. التلامذة شيخين عاملين كيف الأخيان لجان المراقبة ولجان الامتحانات، فهمتني، كاملين وفي أماكنهم، فهمتني. والطقس هو تبارك الله جانا طقس سمح، فهمتني. والأجواء كلها وإن شاء الله بنجاح الكل في الباك الكبير. في الصحة زادا ما كنتش معناها مش اللي قريته هذيك، هو ديما في الفورماسيون، ديما معناها كلي نتحرك برشا. معلومة ما تفوتنيش بصراحة، وحدي نجري بساعات لدار التعاون، والأكثرية تشجع بصراحة، كيف تشوف شكون تشجع. ما خرجت وقت اللي مرضى خايبة برشا، خديت من الأول لونغ ديوري، ومن بعد خرجت في الروتريت. والروتريت بالنسبة لي أنا جاني كيف وضعية يلزمني نسترجع فيها اللي أنا حاجتي بيه، مش الروتريت حاجة خايبة. راه ثم ناس تظهر لهم اللي الروتريت صيد قص، لا، هذيك همزة توصل باش ترجع اللي فات مع اللي جاي، وتلم اللي معناها جديد تلموا مع القديم، وكيف يتلموا مع بعضهم مش باش يعملوا. إذا كان ما يعملوش المعجزات باش يعملوا الحاجة اللي نستناوها، هذا كان مش خير من اللي نستناوه. دونك بالنسبة لي أنا لقيت معناها تشجيع كبير من عائلتي، أولادي فرحانين برشا، وأنا بنتي عندها محاضرة قالت مش باش نعمل تو المحاضرة.